اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نقدم لكم انا وماما طريقه عمل الرز بالكبد والقوانص وفرخه محشيه، وبنقدم مع الاكل عصير برتقال بالجزر. وطبعا عملنا لكم فيديو ليه لو حابين تتفرجوا عليه. يا رب الاكل النهارده تعجب. هنبتدي نقول المقادير ونقول بسم الله. معانا نص كيلو من الكبد والقوانص ورز وفرخه، وطبعا احنا بننقعها في ميه وملح والليمون نص ساعه، وبنرجع نشطفها. بنبقى غسلينها كويس جدا، بنفتحها زي ما احنا مش شايفين كده من تحت الجلد، لان احنا هنحشيها رز من تحت الجلد. وطبعا الفرخة دي بتكون كيلو، يعني فرخة كده تجيبيها صغيرة ما تاخدش سوا علشان تستوي معانا بسرعة. ومعانا بصل وحبهان فلفل اسود وورق لورا. ونقول بسم الله. معنا القوانص والقلب طبعا مغسولين كويس. القلب بنفتحه وننضفه وبننقعهم نص ساعة في مية وملح وليمون، ونرجع نشطفهم كويس. بنجيب حلة نحطها كده على النار ونبتدي ننزل فيها القوانص والقلب لما بياخدوا سوا اكتر من الكبدة. وطبعا هتعملي الكمية اللي انت عايزاها. ننزل عليهم بكوباية من المية ونسيبهم لحد لما يتشربوا المية دي خالص ويكونوا استووا. وبعدين الكبدة معانا طبعا شاطفينها مرة كده بمية وليمون من غير ما ننقعها، وبنرجع نشوفها كويس وبنسيبهم لحد لما يستووا معانا كده كويس علشان نشيلهم بقى في الطبق ونقطعهم حتت صغيرة، لان التقطيع وهما مستويين بيكون اسهل. وفي نفس الحلة بنحط معلقة من السمنة او الزبدة زي ما تحبي، ومعلقة من الزيت. وطبعا معانا البصل قطعناه صغير، بنبتدي كده ننزله على السمنة والزيت ونديله كده لون اصفر. والكبد والقوانص نكون قطعناهم صغير. اول ما البصلة تتصفر بننزلهم على البصلة، بنحط عليهم فلفل اسود ونقلبهم ونسيبهم تقريبا 5 دقايق كده او 10 دقايق على النار. طبعا هما مستويين بس علشان يتحمروا كده شوية معانا. والرز طبعا اللي معانا مغسول ومصفيينه، وانت طبعا تعملي الكمية اللي عايزاها. وننزله بقى على البصلة كده بالكبد والقوانص ونقلبه تقلبتين بس كده، وهناخد منه حبة علشان نحشي بيه الفرخة. ونحط طبعا على الحبة دولت شوية ملح. طبعا بنحشي الفرخة كده من تحت الجلد زي ما احنا مش شايفين، ومن عند الرقبة كده ومن عند الورك، وزي ما شايفينها كده من عند الصدر كده. بنحاول نحشيها منملهاش قوي علشان ما تفكش مننا، وناخد بالنا طبعا ان كمية الرز ديت هتكتر ومنحشيهاش قوي. وزي ما شايفين كده بنخليها بالشكل ده معانا. ونجيب حلة كده فيها مية على النار نسيبها لحد لما تغلي، نحط فيها ورق لورا وفلفل اسود والحبهان، ونبتدي ننزل الفرخة علشان نسلقها. طبعا مش هتسيبيها كتير علشان الرز ما يفكش منها، ممكن نص ساعة لساعة الا ربع تبتدي كده تشوفيها استوت ولا لسه. ونحط لها قبل ما تستوي بشوية الملح، تحاولي تظبطيها. اول ما بتستوي بتشيليها على طول من الشوربة علشان تبتدي تحمريها على شواية في الفرن، ويبقى شكلها معانا طبعا ما شاء الله شكلها جميل قوي وطعمها بيبقى حلو قوي. ومعانا بقى الرز اللي احنا عاملينه بالكبد والقوانص. نبتدي بعد ما الفرخة سلقناها نسقيه كده بالشوربة، طبعا مقدار الشوربة قد مقدار الرز. وتحطي له بقى الملح، تظبطي الملح وتاخدي بالك ان الشوربه كان فيها ملح، فما تحطيش ملح كتير، يعني دوقيه الاول لو احتاج ملح تحطي له. ونحط له معلقه من الكركم علشان يديله لون اصفر كده وجميل. وعلي بقى النار عليه. اول ما يبتدي يغلي كده غلوتين تبتدي بقى توطي النار عليه خالص وتسيبيه لحد لما يستوي خالص. وهنا شكل الرز كده بعد ما استوى طبعا مفلفل ازاي وجميل. نبتدي بقى نغرفه. طعمه طبعا بيبقى حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم. كده غرفنا الرز بتاعنا، والفرخة طبعا حمرناها وشكلها بقى حلو قوي. وطبعا الاكل بيبقى طعمه جميل قوي، وان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم اشتركوا معانا في القناة ودعمونا باللايك، وبألف هنا وشفا عليكم.